الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل نزور هذه الزيارة في الله، راجنا رحمة الله عز وجل وتوفيقه وإحسانه، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 25 من ربيع الأول لعام 47 و400 وألف، الموافق ليلة 17 من الشهر التاسع لعام 25 و2000. وقد اختار الأخوة أن تكون هذه الكلمة بعنوان أهمية التوحيد، ونعم الاختيار، وذلك لأن التوحيد له أهمية كبرى. أولا، خلقنا الله عز وجل من أجل التوحيد، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية من سورة الذاريات. ماذا قال الله قبلها؟ قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فدل ذلك على أن أهم المهمات التي نذكر بها أنفسنا والآخرين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ماذا قال؟ قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكر بماذا؟ بأعظم أمر، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن رب العالمين جل وعلا خلقنا لتوحيده، لأن قوله جل وعلا إلا ليعبدون، قال ابن عباس: إلا ليوحدون. ولأن العبادة أصلا لا تكون عبادة إلا إذا قامت على التوحيد. فلو صلى الإنسان أو زكى أو صام أو حج أو أتى بما أتى به من الأعمال الصالحة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يوحد الله جل وعلا، فإن أعماله حابطة، فلا يمكن أن يصح عمل ولا أن يقبل الله عملا إلا بالتوحيد. فلذاك العبادة التي خلقنا من أجلها ما لم تكن على توحيد الله عز وجل ويبتغى بها وجه الله تبارك وتعالى، وإلا هي باطلة حابطة. قال جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن هذه أهمية كبرى وعظمى للتوحيد، أن الله عز وجل خلقنا من أجله. ولذلك لو سافر أحد لعمل ما، أهم شيء عنده إيش؟ أن ينجز العمل الذي سافر من أجله. لو أتى بأشياء أخرى، اشترى شيء أو تفسح أو شم هواء أو تعرف أصدقاء، لكن هو ذهب ليقضي الحاجة الفلانية، فإن حصل هذا السفر على أشياء أخرى فبها ونعمت. لكن الأصل لو سافر ورجع ولم ينجز العمل الذي سافر من أجله، كانت هذه السفرة إيش؟ فاشلة. فأنت في هذه الدنيا في سفر، ما خلقت لتأكل ولا تشرب. كل واشرب، إن لم تأكل ولم تشرب هلكت. ولا لأن تتزوج، تزوجوا، فإن لم يتزوج الناس فنوا، لابد من الزواج. افعل ما أباح الله عز وجل وبما أذن الله لك، لكن لا تنسى أن الأصل الرحلة التي جئت من أجلها إلى هذه الدنيا لأي شيء؟ لعبادة الله، لقوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ماذا قال بعدها؟ قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حتى لا يتوهم متوهم أن الله عز وجل لما خلق الجن والإنس لعبادته أنه بحاجة إليهم كما يحتاج الأسياد إلى عبيدهم. الأسياد لماذا يتخذون عبيدا؟ حتى يستفيدوا منهم، يصنع لهم، يحرسونهم، يحرثون لهم، يخدمونهم، أليس كذلك؟ ربنا جل وعلا يدفع هذا التوهم الذي قد يرد على بعض الناس، فيظن أنه إذا عبد الله عز وجل لأن الله بحاجة إلى عبادته. كلا. وقال جل وعلا: ما أريد منهم من رزق، أي كما يريد عادة الأسياد من عبيدهم،
وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا عبدنا الله عز وجل فإنما ذاك لأنفسنا، لا لأن الله بحاجة إلينا، كلا، فإن الله جل وعلا لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، غني عن العالمين. حتى في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، لو كنتم جميعا الإنس والجن مثل النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: ما زاد ذلك في ملكي شيئا، غني. ولو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كان على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. يا عباد إنما هي أعمالكم وفيها إياكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا كثير في كتاب الله، كقوله جل وعلا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. فنحن عباد لله عز وجل، أكرمنا الله عز وجل أن خلقنا وجعلنا سمعا وأبصار وأفئدة، وأسبغ علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطنة، وأرسل إلينا رسولا وأنزل معه كتابا ودعانا إلى عبادته وحده لا شريك له، كل ذلك رحمة منه وتفضلا علينا أن نكون عبادا له سبحانه وتعالى. كم هو شرف للمسلم للإنسان أن يكون عبدا لله، لأنه إن لم يكن عبدا لله حتما سيكون عبدا لغير الله. وشتان بين أن تكون عبدا لخالقك ومولاك وبين أن تكون عبدا لشيطان رجيم أو لإنسان مثلك أو أدناك، كبير، شيء عظيم، فرق. فتوحيد الله عز وجل من أهميته أن تكون عبدا لله، خلقنا لعبادته وأكرمنا بأن أمرنا أن نعبده، وأكرمنا الله عز وجل أن نكون عبادا له. يا له من كرم من الله وفضل ونعمة أنه خلقنا وأنزل كتابا وأرسل رسولا ورزقنا نعما ظاهرة وباطنة، وحبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، فصرنا عبادا له موحدين. فأكرمنا الله بهذا الكرم العظيم. ينبغي المسلم الموحد وإن كان موحدا أن يستشعر هذه النعمة. احمد الله، لم تكن عابدا لصنم ولا وثن ولا ولي ولا إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا نبي ولا ملائكة ولا نجوم ولا كواكب، وإنما أنت عبد لله تبارك وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا لها من نعمة، يا لها من فضل. الذي وحد الله عز وجل يعيش آمنا مهتديا، هذا من أهمية التوحيد. قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا حكم الله عز وجل بين فريقين، فريق فيه واحد إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة، وفريق فيه قومه الذين يعبدون غير الله عز وجل. فلما وحد الله عز وجل ودعاهم لتوحيد الله وتبرأ من آلهتهم خوفوه بآلهتهم، فقال: وكيف أخاف ما تشركون ولا تخافون أنكم تشركون بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، تخافون بآلهتكم وأنتم ما تخافون أن تشركون بالله؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين أولى بأن يعيش آمنا، الذي يعبد الله وحده لا شريك له أو الذي يشرك بالله عز وجل؟ قال بعض أهل التفسير: فحكم الله بين الفريقين، فريق إبراهيم عليه السلام وحده وفريق المشركين، فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يختلط إيمانهم بالشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن توحيد الله عز وجل يعطيك ماذا وماذا؟ الأمن والهداية. والتوحيد يزيد وينقص، يضعف ويقوى، فلذلك كلما زاد التوحيد وكمل التوحيد كلما زاد الأمن وكمل الأمن وازدادت الهداية وكملت الهداية، معادلة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب، والذين أشركوا بالله عز وجل وظلموا
بالشرك لا أمن ولا هداية، والذي يضعف توحيده يضعف أمنه وهدايته. ولذلك نحن لماذا ندرس التوحيد وندعو التوحيد ونكرر التوحيد؟ رغبة بأن يزيد التوحيد عندنا ويقوى التوحيد عندنا، فحينئذ ننعم بماذا؟ بأمن كامل وهداية كاملة. وكلما كمل التوحيد وعظم التوحيد وقارب للكمال كلما زاد الأمن والهداية، أمن في الدنيا وأمن في الآخرة. من أسماء الله جل وعلا المؤمن، ألا تعلموا ذلك؟ ايش فيكم؟ من أسماء المؤمن ولا لا؟ في قوله جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، اسمه المؤمن جل وعلا. فما معنى هذا الاسم العظيم لله عز وجل المؤمن؟ قال هو الذي يأمن أولياءه من عذابه ومكره، يعيشون ايش يا اخوان؟ آمنين إذا وحدوه واتقوه فإنهم يعيشون في أمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وله تفسير آخر لا ينافي هذا التفسير، المؤمن المصدق لرسله، فإنه إذا أرسل رسول أيده بالآيات وصدقه أنه رسول. قال جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا من اليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لكن لا أخذ الله من النبي محمد صلى الله عليه وسلم اليمين ولا قطع من الوتين، الوتين عرق في القلب. يعني معناه إيش؟ ما تقول على الله عز وجل فأمنه الله، فهو المؤمن الذي يؤمن رسله ويؤيدهم بالآيات، وهو المؤمن الذي يؤمن المعنى الأول أولياءه الموحدين، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والهداية تزيد وتنقص، إنهم فتة آمنوا بربهم وزدناهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى. كيف يزيد؟ بتوحيد الله عز وجل، بطاعته واستقامة على أمره. ولذلك المسلم يقرأ في سورة الفاتحة حتى لو كان غافلا عن هذا الدعاء العظيم شرع له أن يقرأ الفاتحة وفيها اهدنا الصراط المستقيم. حتى المهتدي يقرأ اهدنا الصراط المستقيم. لماذا؟ هو مهتدي، لأنه يسأل الله عز وجل الزيادة من الهداية. الهداية تزيد وتنقص، فإذا سأل الله الهداية ولو كان مهتديا يعني يريد ماذا؟ الزيادة. كما أنه يريد ماذا؟ الثبات. فصار بسؤاله لله الهداية أنه سأل الله عن أمرين اثنين: الثبات على الهداية والزيادة في الهداية. وهذا يقال لمن أمر بشيء هو قائم به. أليس النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتقين؟ جواب: بلى. ومع ذلك يقول الله جل وعلا له: يا أيها النبي اتق الله. هو سيد المتقين. من ذا الذي يتقي الله إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متقيا لله؟ حتى قال: أنا أتقاكم لله وأخشاكم له. في الحديث الثلاثة الذين واحد قال إيش؟ أصوم ولا أفطر، الثاني قال أصلي ولا أرقد، إلى آخره. قال: إني أتقاكم لله وأخشاكم له. كيف يقول الله له يا أيها النبي اتق الله وهو أتقى الناس سيد المتقين؟ المراد أن الله عز يأمره بالتقوى، يعني أثبت على التقوى واسعى إلى زيادة التقوى. هل التقوى تزداد؟ ايش فيكم؟ نعم. قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني في تقوى في أتقى، أيهما أعلى؟ التقي ولا الأتقى؟ الأتقى. إذن حتى التقوى تزداد. إذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فيقال للمتقي اتق الله. قالوا كما يقال الذي يمشي امشي. هو ماشي يقول بدأ يوقف شوي يقول امشي. ولا واحد يأكل بدأ يوقف، ماذا يقال له؟ كل، ما وراك أحد، كل، وهو يأكل. فيقال لمن يأكل كل، ولمن يمشي امشي، ويقال للمؤمن آمن. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. لماذا؟ لأن وإن كنت مؤمنا تحتاج إلى أن تزداد إيمانا وتحتاج إلى أن تثبت على الإيمان. فلذلك
شرع المسلم أن يسأل الله الهدى والتقى، يعني ثباتا على الهدى والتقى وطلبا لزيادة الهدى والتقى. والتوحيد من ثمراته، من أهميته، أنه يضمن الإنسان ماذا يا أخوان؟ الأمن والهداية. ما الدليل؟ قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمان بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من أهمية التوحيد أن العبد يدخل به الجنة وينجو من النار. الله أكبر! وأي شيء أعظم من هذا؟ شفتوا هذا العيشة هذه كلها، والتنافس والبيع والشراء والزواج والطلاق والقتل ترى الخلاصة أن تدخل الجنة وتنجو من النار. هذه الخلاصة. لو ملكت ما ملكت ستموت، لو عشت سعيدا أو تعيسا، فقيرا أو غنيا، ستموت. لو أنجبت أو لم تنجب، تزوجت أو لم تتزوج، ستموت. لو نجحت أو لم تنجح، تخرجت أو لم ستموت. لكن الخلاصة هي ماذا يا أخوان؟ قال جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو. ولهذه الدنيا حتى لو كنت فيها ما كنت من مال وبنين وجاه وقوة وصحة وعافية، لابد فيها من منقصات. لا تظن في واحد عاش بدون من غير منقصات. متى تنتهي هذه المنقصات، هذه الهموم، هذه الغموم، هذه المشاكل؟ إذا وطأت قدمك الجنة، خلاص لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني يكابد المصائب، مصيبة بعد مصيبة، ينتهي من شيء يبدأ من شيء، خلص من مرض يجي مرض، تنتهي مشكلة، حلت هذه، خلصنا، جت مشكلة جديدة. كبر عيالنا زي كبروا، وبعدين تزوجوا وسووا مشاكل، هذا محتاج، وهذا تطلقت، وهذا دور له زوجة، وهذا سوى له مشكلة، وهذا رسب، وهذا بي مدرس خصوصي، وهذا تهاوش مع الجيران، وهذا تعقد طول قطية، وهذا ما خلصنا. احنا قلنا كبرت، اشوف كبرت واندمرت. قال ايه، ما يكبر راس الا لما يشيب له راس. صح ولا لا؟ هذه الدنيا. لكن كيف تجعل هذه الدنيا حصاد الآخرة؟ تحتسب الأجر في كل شيء، في زواجك، في نفقتك، في تربية أولادك، في صبرك، في احتسابك، في إطعامك، في إكرامك، في العفو، في الحلم، في الابتسامة في وجه أخيك. لو نويت بهذه أعمالك العادية وجه الله والدار الآخرة، لا كتب الله لك في كل خطوة. حتى بعض الصحابة كان يحتسب على الله نومته، ينام ليستيقظ متقويا على طاعة الله، فيقول: احتسب على الله نومتي وقيامي. شوف النية، يقول ايش؟ تجارة العلماء. العالم جيد ماذا يفعل؟ ربما نوى بالعمل واحد عدة نيات، فأخذ أجر على هذا وهذا وهذا. العام ينوي شيئا واحد في العمل، فيأخذ أجر على ما نوى، على عمل نوى أن يعمله. لكن آخر لا، ينوي فيه كذا وكذا وكذا، يتوضأ ناويا أن يطيع الله عز وجل الذي قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وينوي أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وينوي أن يطبق السنة في الوضوء، وينوي أن تتساقط ذنوبه، وينوي أن يتطهر، وينوي أن يستبيح الصلاة. فربما بالنية نوى المسلم نيات في عمل واحد فنال من الأجر ما لم ينله غيره ممن لم ينوي شيئا أو نوى شيئا واحدا. تجد بعض الشباب يبحث عن زوجة مسكي، مثل أول حرف بدر، المهم آخر يقول: أنا بتزوج لكن عندي عدة نيات، أبى أتزوج، أبى أطبق السنة، أبى أعف نفسي، أبى أعف امرأة أمة من أماء الله، أبى أجيب أولاد يوحدون الله عز وجل، أريد أن أدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكاثر بأمته يوم القيامة، أريد أن أطبق سنة المرسلين، جعل الله ايش الرسل أزواجا وذرية، أريد أن لا أكون صادا عن سبيل الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتزوج النساء وهذه سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني. يريد جمع له 10 نوايا في عمل واحد. هو تزوج
وهو انبسط، هو عف نفسه، هو جاب أولاد، هو رحمة من الله عز وجل إن وفقك إنك تنوي، حتى ما يضع الرجل في امرأته، في امرأته، يعني في فم امرأته، يبتغي بذاك وجه الله، له بذاك أجر. كيف يعني في امرأته؟ يعني تروح البيت، افتحي وتوكلها كذا كأنك قاعد توكلك عصفور؟ قال لا، يعني حتى ما تأتي به من السوق ولا من إلى لإطعام أهلك، لك بذلك ماذا؟ أجر. في ناس ما يفكر بهذا. في ناس لو طلبوا منه طلبات يأتي بها ينزعج ربما، بس توني جايب لكم، ما يدري ان هذا اجر وثواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار انفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار انفقته على اهلك خيره الذي انفقته على اهلك. دينار تحطه على اهلك احسن ما تحطه في مسجد، احسن ما تحطه في سبيل الله. سبيل الله تصور ولو ان كل واحد قام بحاجة اهله كان ما في فقراء يمكن، لكن في ناس الاموال ضيع على مخدرات، على مسكرات، على تدخين، على بهايم، على حمام، على سفرات، على خليلات، وتارك أهله. كفى بالمرء إثما أن يضيع إيش من يعول. صح؟ إذن توحيد الله عز وجل خلاصته أنك تدخل الجنة وتنجو من النار. هذا هدف عظيم جدا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل: ماذا تقول في صلاتك، يعني في دعائك؟ هذا كما يقال عامي. قال: والله يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني أنت نبي ومعاذ عالم، ما أعرف الأدعية الطويلة هذه، غير أني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. شفت هذا الدعاء اللي نقول الطويل هذا؟ شو النتيجة؟ شو ماذا نريد؟ يعني اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارفعني. الخلاصة يعني تريد الجنة والنجاة من النار. قال: حولها ندندن. فمن ذا الذي يعجز عن هذا الدعاء أن دائما يستمر يقول: اللهم اسقك الجنة وأعوذ بك من النار؟ من؟ يحتاج شهادة، يحتاج علم، يحتاج لغة، يحتاج تكون متخرجا مثقفا عالما طالب علم. سهلة جدا. اسقك الجنة وأعوذ بك من النار، اجعلها على لسانك على طول. إذا جيت تسجد صلاة نافلة ولا فريضة لا ترفع راسك، قول: اللهم اسقك الجنة وأعوذ بك من النار. شفت؟ شيء عظيم، لأن هي الخلاصة. أين ينالها هذا الإنسان؟ ينالها بالتوحيد. أهمية التوحيد أنه يعصم الدم والمال. قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. والآية الثانية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يعني المفهوم إذا ما تابوا من الشرك ليسوا إخوانا لنا بالدين. يقول لك إنسانية ما إنسانية، لا، إنما المؤمنون أخوة. هذه العصمة للدم والمال تكون بالتوحيد. والدليل قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت. من الآمر له؟ الله عز وجل. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت يعني الذي أمره الله عز وجل، وإذا قال نهيت يعني الذي نهاه الله عز وجل، وإذا قال أذن لي أو أذن لي يعني الله أذن. تمام. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. توحيد. فإن قالوها فقد حرم. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة والزكاة. فإن فعلوا ذلك، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. إذن في التوحيد عصمة للدم والمال. في التوحيد تثبت الأخوة بين المسلمين. في التوحيد يدعو المسلم لأخيه الموحد. ما كان للنبي والذي آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فإذا وحدت الله عز وجل تستحق أن يستغفر لك، وأن تغسل بيد المسلمين إذا مت، وأن تكفن، وأن يصلى عليك، وأن توارى في القبر وتدفن في مقابر المسلمين. كل ذلك إذا وحدت الله عز وجل. الموحد تؤكل ذبيحته
والمشرك تحرم ذبيحته. المرأة المسلمة الموحدة يتزوجها المسلم، ولا يجوز أن يتزوج مشركة، هذا بالتوحيد. قال جل وعلا: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. المسلم يزوج والمشرك لا يزوج. قال جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا، الخطاب الأمور، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى الجنة، عفوا، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. إذن المشرك لا يزوج، الموحد يزوج. المشرك لا تؤكل ذبيحته، الموحد تؤكل ذبيحته. المسلم لا يستغفر له، المشرك لا يستغفر له والموحد يستغفر له. المشرك لا يرث مسلما ولا يرثه المسلم، والموحد لا يتوارث المسلم، يرث المسلم المسلمة. وهكذا أحكام الإسلام تنطبق على المسلمين دون غيرهم. طبعا يجوز أكل ذبيحة الكتابي والزواج من الكتابية العفيفة، لكن الآن نبين فضل التوحيد. من فضائل التوحيد يا عبد العزيز أن الموحد لا يخلد في النار ولو دخلها. الله أكبر، ولو دخلها جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من زقوم نزلت في الأرض لأفسدت على الناس معايشهم. قطرة. نار جهنم أفظع منظر خلقه الله عز وجل، نار جهنم. لو دخل الإنسان واحترق وصار فحما وعنده التوحيد، مصيره أن يخرج منها برحمة الله عز وجل بفضل توحيده لله تبارك وتعالى. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج أقوام من أهل لا إله إلا الله من النار وقد انتحشوا وكانوا حمما، يعني احترقوا وصاروا فحما، يمن الله عليهم فيلقون في نهر الحياة، شك الراوي الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة وليس الحبة، الحبة البذور الدقيقة التي نزلت مطر خضرت الأرض بها. ينبتون نبتا سريعا، يدخلون الجنة يقال لهم الجهنميون، تذكير لهم بنعمة الله لا تعيرا لهم، بالأمس كانوا في جهنم واليوم دخلوا الجنة. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وفيها أحاديث في الصحيحين وغير الصحيحين أن هناك أقوام يدخلون النار ويخرجون منها، بخلاف عقيدة الخوارج والمعتزلة وأولئك. فهذا من فضل التوحيد أن الموحد لن يخلد في النار ولو دخلها. عرفنا أن الموحد يدخل بتوحيده الجنة وينجو من النار، لكن لو عذب بالنار فإنه لن يعذب إلى الأبد، وإنما يعذب إلى أمد، ومصيره الأخير أين؟ الجنة. التوحيد. وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. مش معنى أنه ما يدخل النار، ممكن يدخل بسبب ذنوبه، لكن معناه أنه إذا وحد الله عز وجل مآله الأخير يكون إلى الجنة برحمة الله وفضله. ولذلك الناس ينقسمون يوم القيامة، منهم من يدخل الجنة ابتداء ومآلا، أصلا منهم من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وذاك الذي يحقق التوحيد. ومنهم من يحرم من دخول الجنة ابتداء ويدخل النار ابتداء، ثم مآله يكون إلى الجنة في ابتداء وفي مآل. من هذا؟ عصاة الموحدين. ومنهم من يدخل النار ابتداء ومآلا وهم الكفار المشركون. إذا صار الناس منهم من يدخل الجنة ابتداء ومآلا، وهو الموحد الذي وحد الله عز وجل وليس عنده ما يستوجب دخول النار، أو أنه وحد الله عز وجل وعفى الله عنه ما دون الشرك فدخل الجنة ابتداء ومآلا. ومنهم من يدخل النار ابتداء ومآلا وهم المشركون الكفار. ومنهم من يحرم من دخول الجنة ابتداء ويدخل النار ابتداء
لكنه من الموحدين فيكون مصيره إلى الجنة. التوحيد يشرح الله به الصدر، ينقذ الله عز وجل، ينقذك الله بالتوحيد من الهم والغم والمصائب. وما ذكر الله لنا في كتابه من أن يونس بن متى ذنون التقمه الحوت، ولك أن تتصور حوت التقم رجلا، فإذا جن عليه الليل وغاص الحوت في قاع البحر، فكم ظلمة ستجتمع على هذا الذي في بطن الحوت؟ ظلمة بطن الحوت، وظلمة الليل، وظلمة قاع البحر. كيف يخرج هذا؟ أخرجه التوحيد، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شوف، إذا أصبت بغم بهم فعليك بلا إله إلا الله، شأنه عجيب والذي لا إله إلا هو. حسبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، هذا يكفي. لكن لزيادة اطمئنان التجربة خير برهان كما يقال. إن ضاق صدرك فعليك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كم مرة؟ 100، وإذا قلت 200 يمشي الحال، وإذا 1000 ممكن يشف ريقك، لكن ما تسأم منها لا إله إلا الله. تتعب صح، لكن تسأم منها لا. المؤمن قال جل وعلا: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أما المؤمن ينشرح صدره بلا إله إلا الله، يقول من غير إكراه. المشرك إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. دافع الله عن نبيه، قال: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ليس بمجنون، وإنما جاء بالحق وطابق كلامه كلام المرسلين، صدق المرسلين. لكن المشرك يستكبر عن لا إله إلا الله. فإذا وجد المسلم انشراحا في صدره ورغبة بقول لا إله إلا الله، فإن هذه نعمة عظيمة، لا يضيق صدرك من لا إله إلا الله، بل ينشرح صدرك من لا إله إلا الله، وتقولها باطمئنان من غير إكراه، من غير ضغوطات. ما في أحد يضربك على ظهرك أو يجلدك أو وضع السيف على رقبتك، لا، من كيفك. ماذا تقول؟ لا إله إلا الله. في أحد مكرهكم على قولها؟ أشوف، قولوا، شوف. في أحد فوق راسك يضربك؟ تقول لا إله إلا الله. ترى هذا شيء عظيم، والذي نفسي بيده شيء عظيم. ترى بعض أقرباء الأنبياء ما لم يقل لا إله إلا الله وأنت تقولها. طاش، انظر. قلت مرة في محاضرة كبيرة في أمريكا، وأمريكان منهم من دخل الإسلام، منهم من كان مسلما. قلت لهم: أنتم أين أنتم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من عصره، من مصره، من أرضه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أتى أبا طالب عندما حضرته الوفاة، وكان يعرف أبو طالب يعرف النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة قبل النبوة، ما جرب عليه كذبا ولا خيانة ولا زينه الله وحفظه حتى قبل النبوة 40 سنة ما عنده ما يعاب، وقد جمع الله له كل مقومات النجاح في الدعوة. تبي سمعة، تبي تاريخ، تبي اسلوب، تبي علم، تبي حلم، تبي شفقة، تبي نور في وجهه، تبي نعومة في كفيه، رائحته أطيب المسك، رشحه إلى العرق أطيب المسك، كامل مكمل صلوات ربي السلام عليه. كل دواعي، كل عوامل الدعوة مجموعة فيه. نبي الله ينزل عليه الوحي، ينقصه شيء؟ كلا. سمعته، رائحته، صورته، أسلوبه، علمه، حلمه، شفقته، كل شيء اجتمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم
من الخلق والعلم والحلم والشفقة، ويقول لعمي يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. عند أبو جهل وصاحبه يقول أترغب عن ملة عبد المطلب؟ سكت. أعاد يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك عند الله، قل لا إله إلا الله. النبي عليه السلام، صورت النبي كيف جمع الله فيه كل عوامل إيش؟ الحسن والدعوة وحسن الخلق كله. وهذا عمه ويعرفه وعنده يقين بأن دين محمد من خير الأديان دينا، هو يقصد بذلك فيعيد. أبو جهل صاحبه يعيدان أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وأنت كنت حق الأمريكان تقولونها؟ قالوا لا إله إلا الله. شفت قلت أنتم وين؟ لستم في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، ولستم في مصره، ولستم في بلده، ولستم من نسبه. بينكم بين النبي عليه الصلاة والسلام قرون، وبينكم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قارات ومحيطات. شوفوا انتم وين وتقولون لا إله إلا الله، وأنتم وكان فضل الله عليك عظيما تقولون أو لا تقولون؟ استشعروا هذه النعمة. لا تقول والله أنا ما عندي كذا، ما نجحت، علي أقصاد، علي مش عندك لا إله إلا الله. قيل لرجل ما شهادتك؟ ايش دارش عندك؟ قال عندي شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة التي تقولها يا عبد الله وتحملها، تدرون من شهد بها؟ شهد بها الله عز وجل، وشهد بها ملائكة الكرام البررة، وشهد بها أولو العلم من الرسل والأنبياء. فقال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الآية الوحيدة في القرآن اللي فيها لا إله إلا هو مرتين، هذه الآية من سورة آل عمران. فأنت شوف الشهادة تحملها، الله أكبر. عندك شهادة يا إخوان؟ شهادة شهد بها الله عز وجل، شهد بها ملائكة، شهد بها أولو العلم من الرسل والأنبياء والصالحين والشهداء والصالحين، وأنت تشهد معهم. جرت العادة أن الواحد إذا وجد من معه في اختصاصه يميل له، ولا لا؟ واحد بالجيش شاف له واحد أنت أي دفعة، أنت وين؟ شاف له واحد بالكهرباء الماء، أنت وين؟ شاف له واحد عنده نفس النشاط كذا، شاف واحد راعي معزة وصم صح ولا لا؟ أنت رأيت أن الله يشهد لا إله إلا الله وأنت تشهد لا إله إلا الله. شفت؟ أرأيتم إذا الناس يميل بعض البعض اجتماعا في مهنة ولا شهادة ولا هواية، ولا أنت تجتمع بهذه الكلمة العظيمة بلا إله إلا الله، أنك تقول كلمة شهد الله بها، وكلمة شهد بها الملائكة الكرام، وكلمة شهد بها أولو العلم، وأنت تشهدها بحمد الله عز وجل، فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وكان فضل الله عليكم عظيما. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياك الله السلام. حياك الله السلام. تفضل. نعم، الذي يموت على الشرك الأصغر، نعم، ما حكمه؟ يقول هل الشرك الأصغر يوجب الخلود في النار؟ كذا لازم تجاوب عشان والدك يعني. بسم الله. أصلا من الفوارق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الشرك الأكبر يوجب لصاحبه الخلود في النار، وليس كذلك الشرك الأصغر. لو كان صاحب الشرك الأصغر يخلد في النار لما كان ثم فرق بين ماذا وماذا؟ الشرك الأصغر والأكبر. الشرك الأكبر يحبط العمل، يعني لو واحد عنده أعمال كثيرة لكنه أشرك بالنذر لغير الله حبطت كل أعماله. الشرك الأصغر يحبط العمل إذا كان مثلا من الرياء، يحبط العمل الذي فيه الرياء، أما الشرك الأكبر يحبط جميع العمل. الشرك الأكبر تترتب عليه أحكام الدنيا، فهو مشرك
يعاده ويبغض في الله ويقاتل ويكون حلال الدم والمال ولا يستغفر له ولا يصلى عليه ولا يزوج. لماذا؟ لأنه مشرك. وليس كذلك إيش؟ صاحب الشرك الأصغر. الشرك الأصغر اسمه شرك أصغر بالنسبة للشرك الأكبر، لا لأنه هين صغير، كلا، بل هو أكبر من كل الكبائر، ليس ثم ذنب أكبر منه إلا الشرك الأكبر. ولذلك الله لا يغفره، الله جل وعلا لا يغفره، لعموم قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لا يغفر شركا به، وهذا يشمل ماذا وماذا؟ كل الشرك الأصغر والأكبر لا يغفره الله. لكن الشرك الأصغر غير مغفور لصاحبه ويدخل في السيئات في الميزان، فيرجح الإنسان سيئات وحسنات يوم القيامة، ميزان صح؟ هذا ذنب باقي الشرك الأصغر ما يغفر الله. فإذا رجحت حسنات المسلم على سيئاته فينجو، لأن حسناته أكثر من سيئاته، لكن هذا محسوب الشرك الأصغر. ولذلك لا يوجب الخلود في نار جهنم كالشرك الأكبر. وهذا الجواب على سؤال أخيكم. نعم تفضل. تارك الصلاة كسلا حكمه مشرك، تصدقون؟ يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال شوف استدل بها الآية على أن تارك صلاة تكاسلا ليس بكافر، لأن الذي لا يغفر الله له المشرك فقط، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والجواب على هذا: ومن قال لك أن ترك الصلاة ليس شرك، فترك الصلاة من الشرك وليست مما دون ذلك. من قال ذلك؟ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. فاقنع نفسك تماما واقنع غيرك، الصلاة ما تترك ما دام العقل باقيا. نعم المرأة الحائض والنفساء لا تصلي، وبعض الشباب تصلي قال قطع. عفوا أنت رجل ولا امرأة؟ شلون تقطع؟ أنا خاب اللي يقطع من؟ المرأة صح. شنو يقطع؟ هل في شيء اسمه قطع بالصلاة؟ ما يوجد في دين الله، ما يوجد. الذين هم على صلاتهم دائمون، الذين هم على صلاتهم يحافظون. الآية الأخرى الذين على صلواتهم يحافظون. ما في شيء اسمه قطع. هذا الذي لا يتوضأ ولا يصلي كيف سيكون مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعرف أمتك؟ حشر الله الأولين والآخرين كيف تعرف أمتك هذا من أمتك ولا لا؟ سؤال وجيه صح؟ أجاب صلوات ربي والسلام عليه قال أرأيت لو كان عندك خيل غرا محجلة، فيها غرة يعني بياض في جبينها، محجلة أطراف، بياض في أطرافها، تسمى غرة محجلة، دخلت في خيل بهم خيول سوداء، أكنت تعرف خيلك؟ تعرف ما تعرف؟ خيولك إيش؟ غرة محجلة، دخلت بين خيل سوداء، تعرف خيولك ولا ما تعرف؟ تعرف ولا تعرف؟ كيف تعرف؟ قال أعرفها. قال فإن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وإلا أمة محمد يوم القيامة وجوههم بيضاء وأطرافهم بيضاء لأنهم كانوا يتوضؤون. طيب هذا الذي لا يتوضأ ولا يصلي ما الذي سيجعله من بيض الوجوه بيض الأطراف؟ هما آثار الوضوء تجعل إيش؟ الوجه أبيض يوم القيامة والأطراف بيضاء. فقال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. إياك يا عبد الله تفرط في الصلاة، اجتهد أن لا تفوتك ركعة، مش صلاة، ركعة في صلاة الجماعة، اجتهد. فصلاة دينك في صلاتك. شلون فلان من رجل شلون من صلاته؟ كان مضبوط بصلاته مضبوط بدينه. إن كان الغير مضبوط بصلاته هذا دينه مضروب فيه ضعف. إن كان لا يصلي كافر.
تركها تكاسلا كافر. إن كان يقطع ننظر، إن كان رجلا الرجل ما في شيء، يقطع الرجل. إن كانت امرأة لا أن تقطع، تترك الصلاة إذا حاضت أو نفست. فوالله لا، لو لم يكن في ترك الصلاة إلا هذه تصير مثل النساء. أعوذ بالله، ما صلي مرات ومرات. لا يا رجل، لا يا رجل، صلاتك. بعض الناس يعني يقول ما في مرجلة، ما في دين. خل الدين بس، حتى مرجلة ما في. تعال يبدر الدين أهم من المرجلة. الدين هو الذي يأتي إيش؟ هو يأتي المرجلة. كان صدق، كان كرم، كان فزعة، كان وفاء، كان كلمة، هذا كله يدعو له الدين. أما مراجل بلا دين ما تضبط أصلا. فلا بد المسلم أن ينمي الدين ويقويه، والمرجلة مطلوبة. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولكن ما يقال بأن هين الدين مرجلة ما فيه، مو دين يعني الدين. تعال شنو المرجلة؟ شلون اصلا تصير مرجلة بلا دين؟ الدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. سؤال أخير، تفضل. وإياك. بارك الله فيك. نبي نصيحة وتوجيه حق الناس اللي ديدن أكثر في مناقشة السياسة، مناقشة الأخطاء، جهاد الناس في السياسة، مناظرة السياسيين، ترك التوحيد. كأن الله خلق للسياسة وتصحيح أخطاء الناس في الأمور السياسية. يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه: من السياسة ترك السياسة. أي واحد لا يحسن شيئا الكلام فيه تأتي نتائج عكسية. ما تحسن، قد تسيء الظن، قد تهيج الناس، قد تضيعهم، قد تقول على الله بلا علم. السياسة لها هلكة كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. لكن السياسة الكلام فيها سهل. الدين والعلم صعب. القيل والقال والحكي كل من يحسنه. يمكن واحد ما يصلي أو علماني أو ليبرالي أو نصراني ومع ذلك تلقى إيش؟ يجيد الكلام بالسياسة. لكن من ذا الذي يتعلم العلم الصحيح الشرعي؟ ما امتدح الله العلم والعلماء إلا وأراد به علم الشرع، ولم امتدح النبي صلى الله عليه وسلم العلم والعلماء إلا وراد به علم الشرع. وقل ربي زدني علما، يعني علم الشرع، الكتاب والسنة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ العلم الشرعي. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، العلم الشرعي. فهذا صعب، فماذا يفعل؟ لا يجيد الصعب، يقزرها على ايش؟ القيل والقال. وهذا الكلام القيل والقال ممكن يؤاخذ عليه الإنسان فيكب في النار والعياذ بالله. ليس الأمر الهين. فقد يتقول على الله، وقد يكذب على الناس، وقد يفضحهم، وقد يؤلف عليهم. كثير من الناس ما أن يسمع كلمة ولا طرف قاله وهو جازم قسما بالله قريته. صح، قسم بالله قريته، بس مش قسم بالله أنه الخبر صحيح. قل قرأته صح، لكن من قال لك أن هذا الخبر صحيح أصلا؟ فيعطي نسب وأعداد، حصل كذا وحصل كذا وراح يحصل كذا وراح يحصل كذا، وكله ايش؟ أخماس بسداس. تعرف شنو أخماس بسداس؟ أخماس بسداس تعرفوا متى تستعمل أخماس بسداس؟ تستعمل إذا واحد احتار ما أدري ايش يسوي، أبيع ولا ما أبيع، سافر ولا ما سافر، أوافق. قام يفكر، قام يضرب أخماس بسداس عشان يطلع بنتيجة، ما طلع بنتيجة. سويت، قال والله احترت، ضربت أخماس بسداس. ما قال لك أخماس بسداس يعني 5 حواس ب6 جهات. يعني شغلت حاسة السمع والبصر والشم والتذوق والتلمس واللمس، بيمين شمال فوق تحت أمام خلف، ما طلعت نتيجة. فيقول لك هذا ضرب ايش؟ حرك 5 حواس ب6 جهات ولا طلع بنتيجة. وهذه السياسة أكثرها ضرب أخماس بسداس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياك الله. يا مرحبا يا شيخ، انتم اخوان.
تفوق. ما شاء